تخيل كده إنك تفتح شركة وتطلب من الزباين يشتغلوا معاك عشان تبيع لهم حاجتك. ده بالظبط اللي عمليته إيكيا، وبقت نمرة واحد في العالم كله. زيش زمان إنجيفار كامبراد اللي هو مؤسس إيكيا، كانت فكرته الأساسية إن الزبون يروح المخزن بنفسه وياخد العفش بتاعه. فكرة ممكن تبان غريبة، بس هو حولها لخطة جامدة جدا. بوسبيني محلاتها الكبيرة قوي اللي فيها أوض عرض تخليك تتفرج على العفش وتختار اللي يعجبك، وبعدين تروح تستلمه بنفسك من المخزن على شكل كراتين مسطحة وتجمعه انت بنفسك في البيت. ده مش بس قلل تكاليف الشحن والتخزين على إيكيا بطريقة رهيبة، ده كمان خلاهم يبيعوا عفش بسعر أرخص بكتير من أي حد تاني، عشان الزبون بيعمل جزء من الشغل. من الآخر إيكيا فهمت إنها لو غيرت طريقة البيع نفسها، مش بس المنتج، ممكن تبني إمبراطورية. وفعلا بقوا عملاق عالمي بأكتر من 400 محل في 49 دولة. فهل تفتكر إن نموذج إن الزبون يشتغل بنفسه ده ممكن ينجح في صناعات تانية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا قصص تانية.